طبعا ترند الكرة الذهبية، ترند بعد فوز رودري وتشليح الجائزة لفينيسيوس مثل ما عم يقولوا جماعة ريال مدريد. بصراحة يعني في ظلم شوي ل فينيسيوس. رودري قدم موسم اوكي، يعني حقق الدوري مع مانشستر سيتي، ومحقق الدوري او كأس اوروبا مع المنتخب الاسباني. فينيسيوس مقدم موسم رائع جدا مع ريال مدريد. عم نحكي عن القاب، عم نحكي عن دوري ابطال اوروبا، عم نحكي عن مستوى مهاري عالي جدا. اللي بدي احكيه انا، الفيلم مو رودري او فينيسيوس، الفيلم انه اول شيء كان متسرب لفينيسيوس انه هو بده ياخذ الجائزه. يقال انه بيب جوارديولا اتصل بريال مدريد لمنع الاحراج. الفيلم كله انه كيف هاي القصص عم تتسرب اذا التصويت سري. فعمليا بدي اكد على حكي رونالدو اللي حكاه بالامس، امبارح او اول امبارح، رونالدو عم يقول انه هاي الاشياء يعني غير موثوقه. بصراحه فقدت مصداقيتها جدا جماعه الكره الذهبيه وفرانس فوتبول بعد الحركه اللي صارت امبارح. يعني نحن عرفنا امبارح قبل بكتير وقت، امبارح تحديدا، نسخة امبارح عرفنا انه تشلحت الجائزة من فينيسيوس وراحت لرودري. لو اخذها لاعب تاني غير رودري ممكن كان شوية مصداقية تضل عند جماعة الفرنس فوتبول، بس بما انه فاز فيها رودري وتسرب الموضوع بكير، فعمليا فقدوا المصداقية بطريقة كتير كبيرة. الاثنين بيستحقوها، رودري كتير كويس، فينيسيوس كتير كويس، هارد لك فينيسيوس. بتوقع انه لازم يركز اكثر بالمستقبل على موضوع البي ار تبعه، انه كيف يسوق نفسه، بيمشي الحال معه. انتو شو رايكم؟